تعالى كده اثبت لك ان دي افجر نسخه واتساب في المجال. لو ضغطت على كلمه اضافات سندباد والقناص دي كده ودخلت جوه هتلاقيني بقول لك حرق اي نسخه بكول. لو فعلت ده كده ورنيت على اي شخص النسخه بتاعته بتتحرق ما بتفتحش تاني. عندك هنا بقول لك ابعت اي رساله كفيروس قاطع نت بيه، يعني لو بعت اي رساله مثلا ازيك او نقطه او صوره النسخه بتاعته ما بتفتحش تاني خالص. عندك هنا بقول لك زرار انهاء رومات، لو فعلت ده كده وعملت بلاغ وخروج من اي جروب كل اللي في الجروب بيطردوا معاك. طبعا نسخه فيها كميه مميزات لاول مره تنزل. تابع الفيديو هنا عشان تعرف الباسورد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بالف خير. طبعا يا اخواتي رجعت لكم فيديو جديد كالعاده وبنسخه جديده، بس يا ريت يا برو قبل ما نبدا الشرح تعمل لايك وكومنت، ولو مشاهد لك على القناه تشترك وتفعل زر الجرس. طبعا يا برو جايب لك النهارده نسختي انا وسندباد. طبعا النسخه تتثبت معاك جنب اي نسخه مفيش اي مشكله، وده شكل نسخه الواتساب بتاعتنا من بره كده، ده الواجهه بتاعتنا من بره. طبعا يا برو يا ريت تسمع الفيديو كامل، ما تقدمش لحظه ولا تاخر لحظه عشان تستفاد وعشان تعرف الباسورد بتاع النسخه. طبعا اول ما نخش على النسخه كده هتفتح معانا بالواجهه الرايقه جدا دي كده. عندك اول حاجه بقول لك الفانز، وعندك المصالح، وعندك التلقيح، وعندك الصداع. تمام كده. تمام. عندنا ميزه اضافه حسابين اهيت، ممكن نشغل اكتر من رقم على النسخه. وعندنا ميزه تفعيل وضع الطيران لو عايزين نقطع النت عن النسخه، يعني ولا هنستلم الرسائل ولا هنبعت رسائل. طبعا يا قلب اخوك عندك كده برضك ميزه تفعيل اللون الفاتح هوريهولك في نهايه الفيديو. ولو جيت على الثلاث شرط كده عندك اول حاجه بقول لك الخصوصيه والمطور. تمام. وعندك هنا بقول لك اضافات القناص، وعندك جدوله الرسائل والرد التلقائي والابوت بتاع النسخه، وراستر لو مهنج، ورساله الرقم من غير ما تسيفه. وهنا بيعرف لك مين اللي عمل لك بلوك، ودي بقول لك الرسائل الجماعيه. وهنا بقول لك اعمل بار اللي هو اعمل جروب يعني، وده اعمل بي سي، وده بقول لك افتح ويب. ودي الرسائل المميزه اللطيفه اللي هي الرسائل المميزه بنجمه. وعندك الاعدادات بتاعتنا. تمام. هنخش على كلمه اضافات القناص دي كده. طبعا يا برو هيفتح معانا البريفيس بتاع النسخه بالشكل ده كده، اللي هي الاضافات عامه. اول حاجه بقول لك اضافات سندباد والقناص. تمام كده. هنخش على اول حاجه كده. طبعا يا برو عندك بقول لك قناه اليوتيوب هتخش تشترك فيها بتاعتك سندباد، ودي قناتي. تمام. تمام. عندك هنا بقول لك حرق النسخ بكول، ده بيحرق اي نسخه بمكالمه. تمام. يعني لو فعلت ده كده ورنيت على اي شخص مجرد انت بترن عليه النسخه بتاعته بتتحرق ما بتفتحش تاني. ده بقول لك منع تهنيج النسخه، يعني النسخه لو بتهنج معاك فعل ده كده مش هتهنج منك خالص. عندك هنا بقول لك اصلاح الاخطاء اللي في النسخه. هنا بيقول لك ابعت اي رساله فيروس، يعني ايه؟ فعل ده كده وابعت اي رساله، مجرد انت ما بتبعتها الشخص ده بيستلمها، ما بيبعتش رسائل ولا بيستلم رسائل، بيفضل النسخه بتاعته مهنجه. عندك هنا بيقول لك انهاء رومات، لو فعلت ده كده وعملت بلاغ وخروج من اي جروب، بس لازم تكون ادمن، كل اللي في الجروب بيطردوا معاك، كل اللي في الجروب بيطردوا معاك، ما حدش بيفضل في الجروب غيرك انت بس. عندك هنا بقول لك اخفاء اخر ظهور وتجاوز مشاهده الحاله، واضافات نسخ بلس اللي كلنا عارفينها، وانا لو عايز تعمل النسخه باسورد وكده. طبعا لو جينا خرجنا كده عندك السمات لو عايز تحمل اي سيم للنسخه. وعندك هنا برضو بيقول لك الاعدادات، لو ضغطت على كلمه الاعدادات دي كده ونزلت كده هتلاقي الميزه دي كده هتفعلها، ده لزياده حد تحويل الرسائل لاكتر من 250 شخص، للناس اللي بتعوز تحول الرساله لاكتر من 250 شخص وكده. طبعا عندك هنا بيقول لك لو عايز تبعت الصوره بالوضوح عالي بالجوده بتاعتها الاصليه، وده عشان تبعت صور كتير، يعني مثلا ما يقولكش اخرك 10 صور ولا كده لما تيجي تبعت لواحد. تمام. تمام. عندك بيقول لك اعدادات الواجهه بتاعت النسخه. عندك كلمه التلقيح هتنزل تحت هتلاقي بيقول لك هنا حاله 5 دقائق، هتفعل ده كده عشان ترفع ستوري اكتر من 30 ثانيه. تمام. تمام. لو خرجت كده عندك بيقول لك تاكد قبل ارسال صوره على الحاله، طبعا اشعار عند مشاهده الحاله وكده. عندك هنا بيقول لك اضافات الواجهه والمحادثه. تمام. بص بقى عندك هنا بيقول لك سمات للنسخه، عندك كام سيم؟ 5. عندك 5. تمام. تحمل السيم اللي يعجبك مفيش اي مشكله لو السيم بتاع النسخه مش عاجبك وكده. عندك بيقول لك افكات الواجهه بتاعت النسخه. تمام. اللي هي التحركات لما تيجي مثلا تتحرك في الشات او في الجروب وكده، كذلك يعني بتختار التاثير اللي يعجبك مفيش اي مشكله. عندك هنا بيقول لك منع تهنيج فيروس الكول، وده فكك منه وده فكك منه برده، وده بيقول لك تذكر ايفون. تمام. تمام. عندك ده بيقول لك تذكر ايفون. ناخد اول رقمين في الباسورد، اول رقمين 1 5، اول رقمين في الباسورد 1 5. تابع الفيديو هنا عشان تعرف اخر رقمين. طبعا لو جينا خرجنا كده عندك بيقول لك التحديثات بتاعت النسخه والابوت بتاعنا. تمام كده. تمام. طب لو جينا خرجنا كده نرجع نطلع بقى نشوف شكل الشات والجمدان كله. هنيجي على الثلاث شروط كده وهنيجي على كلمه رساله الرقم غير متسيف دي كده. تمام. وهنكتب مثلا هنا اي رقم كده عشان نخش نشوف الشات من جوه. هنكتب كده مثلا اي رقم كده ونضغط مراسل. تمام. تمام. طبعا ده شكل الشات بتاعنا من جوه، حاجه رايقه جدا. لو عايز تغير الخلفيه ديت بتيجي على الثلاث شروط كده وبتيجي على كلمه الخلفيه. تمام. فين الخلفيه؟ خلفيه الشاشه رايق اهي. تمام. تخش عليها وتختار الخلفيه بتاعتك، تخش كده وتضغط على الكلمه اللي تحت اللي بالانجليزي دي كده. وطبعا تيجي هنا تكون انت عطيله السماح، طبعا صورك هتظهر هنا هتختار الصوره. تمام. تمام. وهعرفك ازاي تغيرها لكل الشتات مش شات واحد بس. تمام. تمام. عندك هنا برضك ميزه انها ترمي فيروس اندرويد وايفون في الشات من جوه وكده.
وعندك برضو لو جيت هنا على علامه الاسد دي كده انت شايفها في الجنب دي كده، طبعا ده بيقول لك لو عايز تزخرف اي نص او تكرر اي نص والتواصل مع المطور وكده، لو عايز تكلمنا يعني. تمام. طب لو كنا خرجنا كده وضغطنا على كلمه الاعدادات، تمام، وهتيجي على كلمه الفانز، وهتيجي على الكلمه اللي هي خلفيه الشاشه رايق دي كده، وتغير الخلفيه من تحت برضو من هنا زي التانية كده، انت بتغيرها لكل الشتات مش شات واحد بس. تمام. عندك برضو بيقول لك مفتاح الادخال والارسال، وعندك هنا لو عايز تفعل اللون الفاتح، طبعا اللون الفاتح في النسخه اللون عادي جدا، فاهم، اللون العادي بتاع اي نسخه واتساب عاديه. طب لو جيت خرجت كده عندك هنا بيقول لك طبعا زي ما انت شايف المصالحات والتلقيح حاجه جامده جدا. خش على كده على الشات، عايز بس اوريكم نبذه بسيطه. هتيجي على الثلاث شرط وتيجي على كلمه رابط تواصل مباشر كده، انت عملت لينك شات للشخص اللي انت بتكلمه كده، انت عملت لينك شات للشخص اللي انت بتكلمه، يعني حاجه جامده جدا في النسخه. ناخد بقى اخر رقمين في الباسورد، اخر رقمين 3 0 اللي هم 30 يعني، اخر رقمين 3 0 30 يعني. تمام كده. تمام. لو ما شفتش اول رقمين اسمع الفيديو من الاول. طبعا يا برو عندك ميزه ان انت تفتح تذكر في الشات، حاجه جامده جدا برضو في النسخه. طبعا بكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون نسخه الواتس عجبتكم. يا ريت اللي لسه مشتركش يشتركوا في زر الجرس، وطبعا عايزين بقى تكتبوا لي رايك في النسخه في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام يا متابعين.